الإنسان قد يصاب بالعين أو الحسد عندما ينظر شخص آخر إليه بعين متأثرة بالحسد أو الغيرة، وتكون نواياه غير طيبة، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على الشخص المراد حسده. وهذا التأثير يمكن أن ينعكس على صحة الشخص أو حالته النفسية أو حتى نجاحه في الحياة. قد يحدث ذلك عن طريق الإعجاب أو التمني للآخرين بالضرر دون قصد، مما يسبب للآخرين مشاعر سلبية تؤثر في حياتهم. كما أن بعض الأشخاص قد يصابون بالعين بسبب تصرفات أو نجاحات أو مميزات يمتلكها الشخص الآخر دون أن يقصدوا ذلك. وقد تكون العيون الحاسدة مصدرا لطاقات سلبية تؤثر في الشخص المستهدف بطريقة غير مرئية في كثير من الأحيان. يقال إن الوقاية من العين والحسد تتم من خلال الأذكار اليومية وقراءة بعض الآيات القرآنية، مثل آية الكرسي وسورة الفلق وسورة الناس، وأيضا من خلال الحفاظ على